ايه رايك يا حسب الله في مريم الشاميه؟ مريم الشاميه؟ يخرب بيوتكم. عمليه ممكن قوي ولا مش قلت لك هيرقص اما يعرف؟ اصله زمان كان لف عليها، فاكرها زي الطير اللي بيتاكل لحمه، بس راجع لي قفاي قمر عيني. مش قوي كده، انا كنت مزنوق في قرشين بس طلعت المره واعيه. بس من ناحيه الحب مفيش في القلب غيري، كان مبديعه. يا جوز الاتنين يا عسل. ما كفايه رزاله انتوا الجوز، وبطلوا تقطيم وخلونا في الشغل. المرة دي عاوزه تفتيح مخ، وليا مش سهله زي ما انتوا بتقولوا، يبقى لازم عشان نسحبها نشغل المفهوميه. الولية دي ما ينفعش تيجي عندنا. خلاص نترازلوا على سكينه وناخدوها عندها. احلى عليك، انت اتجنيت؟ ده سكينة لو شمت خبر نتفضح. دي عدها اختها، قلت لك ماليش في الدنيا الا هي. ام بديعه معاها حق، لو عايزين نخلصوا العباره دي لازم سكينه ما تشمش خبر ولا حتى تشك. لازم نفكروا لها كويس. قال ايه يا اختي؟ كل ما واحده من النسوان تطفش يجروني على الكراكون ويقعدوا يعصروني. راحت فين؟ جت منين؟ ده ايه البلاوي دي؟ اشمعنى انت اللي بيعملوا معاكي كده؟ انا عارفه، ده أنا كل كام يوم بنروح للسول ونغمزه بنص ريال. انت يا بت بقالك عدوين طبعا، ما انت عماله تفنطزي وتفنجري في الرايحه والجايه، وبقيتي متخططه على الاخر. اكيد في ناس منكدين منك وهم اللي بيبلغوا عنك الحكومه. بس الاكاده بقى ليه ما بيبلغوش عن رايا مع انكم ما بتفرقوش بعض؟ يمكن خايفين منها. اني بنقول غير كده. ازاي بقى؟ المصايب ما بتجيش غير من القرايب. قصدك ايه؟ قصدي فهميه. قصدك يعني ان رايا وجوزها هما اللي بيبلغوا عني؟ انت عارفه كويس ان محدش منهم بيتمنى لك الخير بعد كل اللي عملته ده معاهم. يا وليه انت مش كنتي بتيجي هنا ودمعتك على خدك منهم؟ دول يبقوا دوم بقى وولاد الاصل. الكلام ده مش جديد عليكي. ما علينا. عبد العال عامل معاكي ايه اليومين دول يا بت؟ قطع ماشي لي بالله على اليومين دول. وقال ايه يا اختي؟ كل شويه عايز يسافر يشوف امه. جاته مو وفين وفين على ما خليت الخواجه يتكفل بنص المقايسه. وده اللي قدرت عليه. الله جرى يا سي احمد، ده المفروض ان انتوا تقوموا بالشغلانه كلها. ما قلت لك خلي اللي ما عادش يجي هنا، امي مش موافقين على الحكايه دي من اصله. طب ايه رايك بقى ان الراجل الخواجه هيدفع نصيبكم ويبقى يخصمه من الايجار؟ ايه ده؟ الكلام ده صحيح يا ابو الليل؟ عشان تعرف ان احنا لا مؤاخذه عاوزين نخدمه. ايوه طب استنوا بقى اما اقول لخالي وامي. انت لسه هتقول لي اقول لخالي؟ انا بفتكرك هتقول لي هنشتغل من الصبح. طيب قوم تعالى معايا. على فين؟ هنروح لخالي هناك، اصله ما عادش بيجي هنا، ونخلصوا الموضوع. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هات ايدك، خلي بالك من العتبة. انا عارف حاجه يا خالي. قرب قرب. الريحة العكة دي يا باج حاجة تقرف. الكنيف ده ولا ايه؟ ايه يا ولد؟ مين اللي كان ساكن هنا؟ بهايم؟ لا يا خالي، حوش حوش يا خالي. احنا نحفر طوالي كده، حنفية الصدى الناحية دي، يبقى لازم نحفر في الأوضة دي. ايوه الأوضة دي اللي كانت ساكنة فيها الولاية الخمرجية سكينة يا خالي. طب يلا بينا نبتدي الشغل. شامم الريحة يا خالي؟ يا باش يا ساتر يا رب، ايه العفاكة دي؟ خد احفر انت بقى بزيادة مكاليف، معناش اجرة الفعالية، والمستاجر اللي انت جايبه محكم رأيه الا نعمل صرف
خد يا ضحى، تعالى كده واحد. احفر فين بس يا خال؟ انت هتمقلت على ايه؟ وبعدين ده انا يعني وانا ناقدر اشوف. طب امسك العصايه دي الاوضه عتمه قوي. هفتح لك الشباك خليه ينور. حاسب. احفر بعرض بلاطين وامشي بعد كده في الحفر بطول الأوضة لحد ما تلاقي المواسير سوا كده ولا كده. ها؟ وريني، هات الفاس. لا عنك انت يا خال. بس فسح كده فسح كده. نور يا خال. اهو. ده كانها كانت مخلوعه يا خال. باين كده. كمل بقى بطول الأوضة. بقول لك ايه يا خال؟ ايه؟ ما تيجي نخلي الحكايه دي بعد الغدا. انت قاعد. زمان امي مستنياني. طب ما تتأخرش. بقول لك ايه يا خال؟ ما تيجي تتغدى معانا واسيب صلاة العصر. يلا روح انت. طب هات العصايه يا خال. خد. خد الفاس. وبعد ما تخلص وعدي خدني للجامع. أني من النهاردة هنروح ندخل في زوارقها، هنشوفها بتشطب امتى، بتروح على بيتها ولا بتعط في حتة تانية، خلاصة هنجيب قرار. المهم هتخلصوا عليها فين؟ هناك في بيتها. يبقى لازم نروحوا البيت الاول ونعينوه. هي الحرمه دي ساكنه لوحدها ولا في حد معاها؟ مش ده المهم تخلصونا منها. تخلصونا منها ليه؟ هو انت مش معانا في العباره دي ولا ايه؟ لا انا ما ينفعش، اصل الناس كلها عارفاني. هنكونوا بالليل يا حادق. لا معلش بقى، العباره دي محتاجه اكتر من ايد، دي لا مؤاخذه ولية ناشفه ورزله وعامله لي فيها راجل. خلاص اللي تشوفوه. العبارة دي عايزين نخلصوا منها بسرعة. تحب نقوم بها امتى؟ أني من النهاردة هنعس عليها ونجيب قرارها. خلي عنه يا شيخ احمد. مين؟ شيخ محمد. تعيش يا شيخ محمد. ايه الريحه دي؟ مش عارف يا اخي. دي ريحه ندة قوي. الظاهر ان الفاس خبطت في ماسوره الصرف كسرتها. ايه؟ شيخ محمد تعالى بص كده شوف الفاس اتعلقت في ايه. الريحه زادت قوي يا شيخ احمد. بص كده. ايه ده؟ سلام قول من رب الرحيم، دي جدة بني ادم. بني ادم؟ نهار اسود. طب نعمل ايه دلوقتي يا شيخ محمد؟ اسمه شيخ محمد يكون مكان. الواحد بيتصير لحد ما نروح نقول له خالد. انا مالي يا عم، اكني ما شفتش حاجه، ربنا يكفينا شر المستخبي. شيخ محمد. شيخ محمد. ده مشي. العصايه فين؟ بني ادم. جبت بني ادم. يا منجي من المهالك يا رب. يا خالد. هشيل الباب مفتوح كده. هشيل بالمفتاح لحد ما ارتكي تهل جوه. مش عايزين شوشره وجرس وفضايح. كاتك الهم. سيبني ليه بس يا خالد؟ ده انا بحبك يا خالد. راح فين؟ يا خالد.